في شباب انا بقابلها وبيحصل ما بيننا فضفضة كلام، ولما بنيجي نتكلم مع بعض الاقيه بيقول لي مرة واحدة كده، بيقول لي انا بقيت برتجف من جوايا من كتر ما قلبي صدق حاجات في الاخر ما حصلتش، ومن كتر ما عقلي كمان اتخيل حاجات وصدقها وفي الاخر ما حصلتش. ولو رجع بيا الزمن كنت اختار بان انا اعيش عمري كله بان انا اطمن قلبي واعيش مع نفسي في سلام نفسي، وان انا ما يبقاش عليا ضغط نفسي ولا حالتي النفسيه يوم حلوه ويوم وحشه ان انا اعيش ان انا بطمن قلبي بس وبريح نفسي وبريح قلبي، وان انا اعيش دنيتي بالواقع بتاعها من غير تخيلات بتخيلها في دماغي وفي الاخر ما بتحصلش. كان ساعتها مش هيفرق معايا بقى ان انا احقق هدفي، احقق حلمي، اتجوز، اسافر، افتح بيزنس، اتعلم، اخد شهاده. كان مش هيفرق معايا ده كله. كل اللي كان هيفرق معايا بان انا اطمن قلبي طول عمري، واللي انا ابطل تخيلات واعيش دنيتي بالواقع بتاعها. انا مش عاوز انكد عليك ولا اعكر عليك ايامك، بس انت لو جالك الاحساس ده في يوم من الايام بسبب حد انت كنت بتحبه او انت ما زلت بتحبه، وهو عمل معاك فعل خلاك تحس بكده او قالك على كلام تحس بالاحساس ده، فده بقى اشارة ليك بانك انت بقيت في منطقة اقل من المنطقة اللي كان قلبك مصدقها في الاول، او انت بقيت في منطقة اقل من عقلك كان متخيلها في الاول، فخلاك تحس بالألم ده وبالإحساس ده. علشان بديهي جدا اللي بيحب حد قبل ما يجي ينطق الكلمة بيحسبها قبل ما ينطقها، بيبقى خايف على خوف حبيبه. بس برضه أنا عاوزك تعذر، وممكن هو عمل معاك الفعل ده، قالك الكلام ده بسبب هو وراه ضغط نفسي في الشغل، وراه مسؤولية مش عارف يسدها، متعصب من حاجة حصلت له. مفيش إنسان في الدنيا دي مرتاح، ولو عاش مرتاح نص ساعة العشر ساعات التانيين هيمر عليه وطلع عينه. فهو مفيش حد في الدنيا مرتاح، بس انت تنبهه بان الفعل اللي هو عمله ده اللي هو ضايقك، او الكلام اللي هو اتقال وضايقك، تنبهه وتحط ليه حدود. علشان لو الفعل ده اتعمل تاني او الكلام ده لو اتقال تاني هيبقى في تصرف تاني خالص عن التصرف اللي حصل لأول مرة. ليه؟ علشان تعرفوا بانك انت انسان ليك مبادئ، ليك اخلاق، ليك قيم بتحافظ عليها. ما ينفعش انك انت تتعدي المبادئ والحدود دي وتعدي قيمك معايا بسبب انك انت حبيبي او اقرب الناس ليا. لا، انت ليك حدود ما ينفعش بانك انت تعديها حتى لو انت كنت اقرب الناس لقلبي. وفي شباب كتير بتبقى عايزة تاخد قرار بان هي تبعد عن حبيبها بسبب ان هو ما عندوش نفس درجة الحب اللي هو حاسس بيها، او ما عندوش حب اصلا، بس تبقى خايفة تاخد القرار علشان هي في نفس الوقت بتحبه وخايفة تبعد عنه من رغم ان هو ما بيحبهوش اصلا او ما عندوش نفس درجة الحب. خايفة ان هي تبعد عشان هيحس بالفراغ في يومه، خايفة ان هي تبعد بسبب مليون حاجة. وده بيكون اول كابوس انت بتزرعه في حياتك بنفسك بايدك. انت بتزرع حفرة بايدك في حياتك وتروح ترمي فيها نفسك، وده ما ينفعش. طول ما انت حبيت بنت وهي ما حبيتكش بنفس درجة الحب، فكك منها. ما كانتش ولا اول ولا اخر واحدة انت شفتها في حياتك. الكلام ده سمعناه كتير، بس يعني دي الحقيقة. ياما شباب حبت بنات بدرجة عبيطة، كانوا فاكرين ان البنات دي الاكسجين بتاعتها، بس لما جه حصل الفراق، اذا كان مثلا العلاقة انتهت او الموت اتزرع في حياتهم هما الاتنين وحصل ما بينهم فراق، هما بعد كده يعني هما كانوا حزنانين ومكتئبين ومش قادرين يستحملوا، بس بعد كده ربنا قواهم كملوا حياتهم. معنى صح، الدنيا ما بتقفش على حد، ولازم انت تقدر قيمة نفسك، وانك انت تزرع في عقلك بانك انت تستاهل بانك انت تتحب. بس برضو في شباب كتير بتصحى من النوم تلاقي نفسها اللي هي تعبانة نفسيا من غير سبب او بسبب. انا في حل جبته للمشكلة دي وان شاء الله ينفع مع اغلبية الشباب. الحل اللي هو عبارة عن ايه؟ بانك انت تشغل نفسك، وبمعنى صح تشغل عقلك بأي حاجة في اليوم ده، في اليوم اللي انت تعبان فيه نفسيا اذا كان بسبب او من غير سبب. تشغل عقلك وتشغل نفسك وتبعد عن السوشيال ميديا وعن الشاشات وعن الاغاني وعن المسلسلات، علشان الحاجات دي كلها دي بتزود وجعك اكتر مرتين تلاتة. انت بدل ما تجيب دواء تعالج بيه وجعك، لا انت بتجيب ملح تحط على وجعك، فده بيزيد الالم مرتين تلاتة وده هيتعبك اكتر بالتالي.
فانت لازم بانك انت تشغل عقلك وتشغل يومك. انزل اتمشى شوية، اقعد مع صحابك، اعمل حاجة جديدة، اعمل اي حاجة تشغل فيها يومك بمعنى صح، علشان تحاول بانك انت ما تنزلش او يعني ما تنزلش في التعب. دي حاجة او تحاول بانك انت تتحسن. اذا كنت انت معرفتش تتحسن يبقى انت ما تنزلش في التعب. ولو لقيت ان الحل ده مش نافع معاك فيا ريت تشوف متخصص في المشكلة دي بالذات، ساعتها ممكن يفيدك اكتر مني بكتير يعني. او ومش عيب ولا حرام ولا غلط بانك انت مثلا تشوف متخصص او تشوف دكتور في المشكلة دي. طول ما انت عندك مشكلة لازم أن تعالجها، ولو انت ما عالجتهاش مين اللي هيعالجها؟ مين اللي هيخاف على نفسك اكتر منك؟ مين؟ مفيش حد هيخاف عليك غير نفسك. فانت لازم تخاف على نفسك وتعالج المشكلة اول باول. وفي برضو نقطة مهمة محتاج بانك انت تاخد بالك منها. في شباب بتتعلق بحبيبها مش علشان هي بتحبه، لا، هي بتتعلق علشان هي رضيت بالقليل، وانت مش قليل اصلا. انت تستاهل بانك انت تتحب. ولو الطرف التاني ده ما عندهوش حب ليك او ما عندهوش نفس درجة الحب اللي هي موجودة في قلبك ليه، يبقى هو ما يستاهلش بان هو يكون موجود في حياتك. انت مش قليل، انت كبير، وانت قيمتك عالية وتستاهل حد يقدر قيمتك، ده مبدئيا. وغير كده اللي بيهملك هو عارف هو بيعمل ايه كويس. مفيش حد عبيط في الدنيا دي، كلنا مقطعين السمكة وديلها. فده نقطة من اول السطر. وحاول بانك انت ما تجريش ورا البشر او ما تتعلقش بالبشر، علشان انت لو عملت كده انت هتخسر نفسك في الطريق وهتضيع وقتك وهتعيش عمرك كله على ما مفيش. فانت حاول بانك انت ما تتعلقش بالبشر بدرجة عبيطة، او ما تجريش ورا البشر يعني في حياتك. اجري ورا اللي انت محتاج توصل له، ورا هدفك، ورا الحاجات اللي انت نفسك فيها في دنيتك. وفي نفس الوقت ما تنساش اخرتك، ما تنساش اخرتك، دي مهمة جدا. يعني اكسب دنيتك باخرتك، ما تكسبش دنيتك وتنسى اخرتك. احنا هنعيش يومين وهنمشي، اعقلها وتوكل. وغير كده يا سيدي، اللي عايزك بجد واللي بيحبك بجد مش هيخليك محتار ولا خايف ولا قلقان ولا متوتر، هيطمنك دايما على طول، وهيحسسك دايما ان في خير جاي من ناحيتك ومن ناحيته. طب افرض هو عمل كده وطول الوقت هو بيطمني، بس برضه انا لسه قلقان ومتوتر وخايف، وبسبب ان مثلا يجي في يوم في الايام اصحى من النوم الاقي مثلا ان هو بقى لحد تاني بسبب ضغط الاهل، ان هو بقى لحد تاني، انه في حاجة حصلت كده ما بقيناش لبعض. ساعتها انت لسه خايف، مع ان هو اصلا بيحبك وبيطمنك كل يوم، بس انت برضه لسه خايف. ساعتها انت تعمل ايه؟ تعمل زي ما تعمل جملتين بس، كلمتين انا اقولهم لك، دول هم فيهم الحل. اعقلها وتوكل. يعني بمعنى صح تتوكل على ربنا، تقول له يا رب انا حبيتها وعاوزها واسعى للطريق ليها، بس يا رب كرمني بيها وخليها زوجتي الصالحة في المستقبل. وتبدأ تسعى في الطريق ده. طول ما انت بتسعى في الطريق ده حاول بانك انت باكبر قدر ممكن بانك انت تتقي ربنا، علشان ربنا يرزقك بيها ويرزقك بالحياة اللي انت بتحلم بيها. ودايما قول لنفسك ان ربنا ما بيضيعش تعب حد. فانت ابدأ توكل على ربنا اول حاجة، وبعدين ابدأ اسعى للطريق ليها، علشان هو لو بيطمنك وانت لسه قلقان ولا متوتر يبدأ التوتر والقلق اللي جواك ده يبدأ يهدى لما تلاقي نفسك بانك انت بتسعى وبتعمل اللي عليك. وغير كده هو لو مش بيحبك نفس درجة الحب او مفيش حب اصلا، ايه يعني؟ انت مش محتاج تثبت نفسك لحد بانك انت تستاهل تتحب. انت هتتحب والبنات هتجري وراك، بس بشرط لما انت تبدأ تركز على نفسك وتطور نفسك، ساعتها كل الناس هتجري وراك، بنات وشباب كلنا هنجري وراك. لما تبدأ تركز على نفسك، تبدأ تاخد خطوات للنجاح، تبدأ تركز على نفسك وتطور من نفسك. وقول لنفسك دايما بان انا استاهل اتحب حتى لو كانت فيا عيوب. ولو انت لقيت حد بيحبك من العيوب اللي موجودة عندك وبعد كده طلب منك بانك انت تصلح العيوب اللي موجودة عندك، مفيش فيها مشكلة، ولازم تاخد خطوة من النهاردة بانك انت تصلح العيوب دي. ليه؟ علشان العلاقة تفضل مستمرة لمدى الحياة، علشان العلاقة ما تبص، التطور مطلوب. وقبل ده كله قدر نفسك علشان الناس تقدرك.